استخدمتها في 2023 وحابة أكررها في 2024. فحابة أقول لكم يا ريت تقولوا لي رأيكم يعني في الكومنت، وهل المنتجات دي استخدمتوها ولا لأ. أنا هقول لكم على واحد يعني حاجة أنا استخدمتها وحسيت إن نتيجتها جميلة قوي قوي، وانتوا برضو قولوا لي رأيكم. يعني أنا حبيت أشارك معاكم الحاجات اللي أنا استخدمتها واللي ممكن أستخدمها تاني في 2024. وكل سنة وانتوا طيبين وبألف خير وسعادة، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم كلكم. اول حاجه استخدمتها الكحل بتاع الايسنس، لقيته جميل جدا. كحل ايسنس كان جميل وثابت جدا، وبيقعد مده طويله قوي قوي قوي، وحسيت ان هو جميل في العين والثبات بتاعه حلو قوي قوي قوي. ف ممكن ان شاء الله استخدمه في 2024. حتى هو خلص من كتر ما انا استخدمته. ده الكحل بتاع اسنس جميل جدا جدا جدا، فانا ارشحه لكم. يعني اللي بيسأل على الكحل الثبات وفي نفس الوقت سعره متاح جدا، ومش ضارب ارقام فلكية زي اللي احنا بنشوفه يعني. فاسنس الكحل بتاعه كمان جميل جدا، والثبات بتاعه عالي قوي 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 قوي. فحب ان انا ارشحه لكم يعني، وانا اوريدي بستخدمه، وحابه ان انا اكرره تاني في 2024 ان شاء الله. تاني حاجة استخدمتها المسكرة بتاعت سيبال، كانت جميلة قوي، حتى هتلاقوها كده من كتر الاستخدام. اللي هي لونها السيلفر دي جميلة جدا جدا. المسكرة بتاعتها حلوة قوي، بس دي مش ووتر بروف. دي مش ووتر بروف، بس يعني الافضل ان انت تجيبي في المسكرة ما تبقاش ووتر بروف، عشان اما تيجي تقدري تشيليها ما يبقاش فيه بقايا للمسكرة في العين يعني. فالافضل لما تجيبي مسكرة ما تبقاش ووتر بروف يعني. فدي انا استخدمتها وبتدي كثافة للعين وجميلة قوي 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 في الاستخدام. ممكن اوريكم الفرشة بتاعتها برضه عشان تتخيلوا شكلها. لو واضح الفرشة بتاعتها بتدي كثافة وطول كمان للعين. دي جميلة جدا برضو استخدمتها. انا بقول لكم على الحاجات اللي انا استخدمتها واحب ان انا اكررها تاني. وفي اللوز باودر بتاع سيبال برضو جميل جدا، استخدمته حلو جدا وبيقعد ثبات مدة عالية جدا جدا جدا. في منتجات بقى ايفا طبعا تحفة جميلة قوي قوي قوي. ده بديل الزيت، جميل قوي بالالوفيرا، حلو قوي قوي للتقصف الشعر للهيشان، كل ده بيعالج التقصف الشعر والهيشان. انا استخدمته وجميل جدا بالصبار، وحلو قوي قوي في الاستخدام. في كمان لوشن بتاع ايفا، البودي لوشن. بصوا خلص، لو واضح بصوا خلص ازاي من كتر الاستخدام. بادي اللوشن ده يعني كان ريحته جميلة جدا جدا وثباته عالي، كان حلو قوي قوي من ايفا. ده بادي لوشن جميل برضو يعني. ارشحه لكم اللي عايز بادي لوشن ثباته حلو جدا وترطيبه عالي، من ايفا جميل قوي قوي قوي. وحاجات ايفا برضو جميلة واسعارها مناسبة جدا جدا جدا. ده كان مية سينما، ليب جلوس مية سينما، اللي هو عبارة عن جزئين، مش عارفة باينة ولا لا. جزء في اللي هو العادي الثابت، والجزء التاني مط. فكان ثباته عالي قوي قوي قوي. ممكن اوريكم الدرجة بتاعته في الحقيقة، كان ثباته عالي جدا. ممكن اوري لكم شكله كده. دي الدرجة بتاعته في الحقيقة، ثباتها عالي جدا جدا وجميلة. ودي فيها درجة، الدرجة دي، ولو عايزة تزوديها فيها بتزودي الجزء ده كمان. فكانت الثبات بتاعها تحفة، واللون بتاعها كمان كان جميل قوي. ممكن اقول لكم الدرجة بتاعته هي دي بالظبط في المايت سينما، كان جميل قوي 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 قوي.
فالدرجة بتاعته 208. حلوة قوي 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 قوي. دي برضو ارشحها لكم اللي عايز ثبات عالي اهو. دي انا استخدمتها وكانت ثابتة بشكل جميل جدا جدا جدا. مية سينما تحفة. في برضو شكل تاني في مية سينما جربته، ده كان 205 بقى. اللي حابة الدرجة مش نبيتي مدية على بني شوية، لو واضح في الكاميرا الدرجة دي مدية على بني شوية. هحاول اصورها لكم برضو في الاضاءة عشان تتخيلوا الشكل. بصوا دي الدرجة اللي هي مدية على اللون النبيتي دي 208، لكن مدية على بني كده شوية دي 205. ده ثبات عالي جدا جدا في مية سينما برضو تحفة. في نسيت الهايلايتر بتاع ايسنس، كان جميل قوي قوي قوي. الهايلايتر بتاع ايسنس كان جميل قوي قوي. ممكن برضو اجربه لكم بحيث ان انتوا تشوفوه. دي حاجات يعني حتى لو انتوا شفتوا هتلاقوا ان هي اصلا نصها، لو الكاميرا مبينه هتلاقوا نصها انا مستخدماه. يعني بصوا لو الاضاءه باينه كل ده انا مستخدماه، انا فاضل جزء بسيط جدا. فدي الحاجات اللي انا اوريدي جربتها وبقول لكم عليها يعني. وانتوا برضو قولوا لي لو في حاجات تانية احلى او منتجات تانية انتوا جربتوها حلوه، يا ريت تقولوها لي برضو. ده هايلايتر بتاع ايسنس برضو جميل جدا. بصوا انا بحاول اوريكم شكله بيبقى طبيعي جدا وشكله حلو قوي 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 قوي. في الحقيقة كمان بيبقى بيدي كده ضي حلو قوي 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 يعني على الحقيقة. يا ريت تكون الكاميرا موضحة يعني، بس بيبقى شكله تحفة 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 في الحقيقة. والثبات بتاعه عالي يعني. بصوا كده اهو، بصوا الثبات بتاعه جميل جدا جدا جدا. ده الهايلايتر بتاع ايسنس برضو جميل جدا جدا، انا جربته. ممكن اقول لكم على ايه تاني؟ الصن بلوك بتاع انفينيتي. الصن بلوك برضو حلو قوي قوي قوي، واحب ان انا ارشحه لكم. انا استخدمته جميل قوي قوي الاستخدام بتاعه اهو. بصوا هتلاقوه بيمتص على طول يعني. بتحطيه قبل ما تحطي الميك اب مثلا بنص ساعة، الجسم تلاقيه تشربه على طول اهو زي ما هو واضح. وبعد كده بقى تحطي الميك اب، او مش عايزه تحطي ميك اب مجرد كحل بسيط وماسكارا هيبقى لطيف جدا جدا جدا. فانا ارشحه. ده كان ساعتها اما جبته كان عليه اوفر 2. كان اعتقد ان كان واحد وعليه واحد هديه، وكانوا الاتنين ب200. انا فاكره حاجه زي كده، كانوا 100 و100 يعني. ده بتاع انفينيتي برضو جميل قوي. انا دي الحاجات اللي انا استخدمتها، وانتوا قولوا لي برضو رايكم في الكومنت، هل انتوا استخدمتوها ولقيتوها عجبتكم ولا لا. بس دي الحاجات اللي انا ممكن اقدر اجربها تاني ان شاء الله. وفي الاسيتون بتاع يولو، النوع ده كان برضو جميل قوي اهو، حتى لو واضح ان هو قرب يخلص خلاص. بتاع يولو ده كانت ريحته جميله جدا وعلى طول ما بيسيبش مانيكير خالص في الضوافر، فجميل جدا بتاع يولو. وريحته حلوه وسعره كان مناسب يعني. فده ممكن برضو اكرره تاني في 2024 ان شاء الله. وفي ده الكريم بتاع الشعر. ده كان فينيسيا كده كان نوع، بس ده نوعه لقيته حلو قوي باللوز والثوم. ده بتاع فينيسيا برضو جربته كان جميل قوي قوي قوي. ده ريحته حلوة قوي وبيعمل التقصف ومغذي للشعر وبيرطب الشعر. يعني بعد الشاور تقدري تحطيه على شعرك، بيرطبه جدا جدا وبيساعد ان انت تقدري تسلكي شعرك بسهولة جدا جدا. فانا ارشحه يعني، لان انا استخدمته وعجبني جدا، وهو باللوز والثوم. والثوم مفيد جدا جدا للشعر يعني، فحبيته يعني. فممكن اكرره ان شاء الله تاني. في بقى حاجات ماي واي.
استخدمتها برضو بس خلصت خلاص، يعني ممكن اكررها تاني. البرفيوم بتاع ويسبر ده كان جميل قوي قوي، خلاص هو خلص يعني بس ممكن ده هجيب تاني منه ان شاء الله. من ماي واي، بس ما اعرفش قللوه ليه، بس هو حلو جدا يعني. للناس اللي حابه ريحه ويسبر بتاعت ماي واي جميله جدا، والثبات بتاعها حلو ويعني ما حطيته كذا مره، كذا حد سالني عليه، فانا ارشحه برضو. ويسبر جميل ويا ريت يعني هم يزودوه شويه، عشان هم بداوا يقللوه مش عارفه ليه. فده جميل، ممكن اكرره اهو فاضي، خلص اصلا من عندي. فان شاء الله في السنه الجديده اقدر اكرره، يعني هجيبه باذن الله تاني. وده كان برضو من ماي واي، مزيل عرق، كان حلو قوي قوي، بالزبادي والخيار، فحلو جدا. وكان في منه حاجة كمان اعتقد بالعسل، وكان بالزبادي والعسل حاجة كده. انا فاكرة ان انا جربت نوع تاني كمان، يعني جربت النوع ده اللي هو بالزبادي والخيار، وكمان جربت نوع تاني كان بالزبادي والعسل على ما اعتقد، بس كان حلو قوي 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 ولطيف كده، وكان سعره جميل. فكان برضو وسألت عليه كتير، ان هو قال ما بيسيبش اسمرار في الاندر ارم او اي حاجة، ما بيسيبش اسمرار، فحسيته ان هو ريحته حلوة، وفي نفس الوقت ما بيسيبش اي اسمرار او كده، فممكن اجربه ان شاء الله. في بقى زبدة الكاكاو دي، انا مش فاكرة نوعها ايه بصراحة، بس هي كانت اللي هي خلصت هي خلصت خلاص. بس هي يعني هي لونها بيبقى اخضر كده، بس انت لما تيجي تحطيها على شفايفك، اولا بتدي ترطيب عالي. معرفش، بصوا اهي الكاميرا موضحه، بصوا بيغير لونه، بيبقى لونه مدي على بينك كده فاتح روعه. بصوا اهي الكاميرا مبينه، يعني هو بصوا هنا بيبقى لونه اخضر، تيجي تحطيه عادي على شفايفك او كده، بتلاقي ان هو بيقلب لونه، بتحسي ان هو لونه ايه، مدي على بينك كده، بيدي ترطيب ولمعان كده للشفايف، حلو قوي قوي قوي. فانا حبيتها جدا جدا جدا، فدي ممكن اكررها كمان يعني ساعات بحطها الصبح، بتبقى حلوه قوي قوي، ما بتبقيش عايزه تحطي اي حاجه، بتبقى حاجه كده بسيطه قوي قوي الصبح مثلا تبتدي تحطيها. وساعات ممكن تحطيها من بالليل، بتصحي الصبح تلاقي شفايفك مديه ترطيب ولون كده هادي روعه يعني بصراحه. فدي انا احب اكررها، حتى هي خلصت، بس هجيب منها تاني ان شاء الله. لقيتها حلوة قوي 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 بصراحة، فدي هكررها بإذن الله. دي معظم المنتجات اللي أنا استخدمتها في 2024، في 2023 سوري، وإن شاء الله هكررها في 2024 بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ده، يا ريت تقولوا لنا ايه تاني، إيه الحاجات اللي انتوا تحبوا ان احنا، ايه المحلات اللي احنا تحبوا ان احنا ننزلها. احنا صورنا سواريهات، صورنا ترنجات، صورنا عبايات، فيا ريت في الكومنت تبعتوا لنا ايه الاماكن اللي انتوا نفسكم تروحوها، او ايه اللي حابين تجيبوه، واحنا نجيب لكم افضل الاسعار بافضل الاماكن ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين، وانتظرونا في ريفيو جديد، وانتي الاهم.